أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أمون. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن البطيخ. البطيخ من المعروف أنه بيحتوي على نسبة كبيرة من المية، وده بيقلل شعورنا بالعطش خصوصا في فصل الصيف. ده غير أنه بيحتوي على كم هائل من الفيتامينات والأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة. والبطيخ ليه فوائد كتيرة، منها أنه بيعالج الالتهابات، ولما بنتناوله بيعتبر كمضاد حيوي طبيعي، وبيقلل حدوث أزمات الربو، وهو مفيد جدا للحوامل، وممكن كمان يساعد على تقليل آلام العضلات، وليه فوائد تانية كتير. اوعوا ترموا قشر البطيخ. في فصل الصيف بيظهر عند بعض الناس طفح جلدي شديد الإحمرار، وده بيسبب وخز وعدم الإحساس بالراحة، وده بنسميه في مصر الحمونيل. وليه أسماء تانية كتيرة زي طفح العرق أو حصف الحر أو الدخنية الحمراء، وده بيكون نتيجة انسداد قنوات الغدد العرقية. البطيخ بيعمل كالوشن طبيعي بمجرد ان احنا بندلك بيه الجلد بقشور البطيخ، يعني بندلك الجلد بقشور البطيخ، ده بيزيل الانسداد وبيختفي الإحساس بالوخز وعدم الراحة زي السحر. وممكن نستخدم عصير قشر البطيخ في حاجات تانية كتيرة مفيدة للجسم وللشعر وللبشرة. بنشيل الجزء الأحمر والجزء الأخضر من القشرة، بنقطع الجزء الأبيض، بنقطعه لمكعبات صغيرة عشان يبقى سهل ان احنا نفرمها او نحولها لعصير. بعد ما بنقطعها طبعا ما بنرميش الجزء الأخضر ده. الجزء الأخضر ممكن ننشفه في الشمس ونطحنه بمطحنة التوابل ونستخدمه مع فرشة الأسنان والمعجون عشان يزيل الرائحة الكريهة للفم والأسنان. أو ممكن إننا نضربه في الخلاط ونحتفظ بيه في أكياس بلاستيك في التلاجة، نكسر منها في الفريزر، نكسر منها جزء كل ما نحتاجها. ده العصير بعد ما عملناه بنستخدمه على الوجه والعنق، لأنه بيعتبر مبيض طبيعي للبشرة وبينعمها وبيحميها من أضرار الشمس. بنعمل كمادات على البشرة على العنق أو الوجه بقطن، بنجيب قطع من القطن بنقطعها وبنغمسها كويس في العصير لحد ما تبتل تماما، وبنفردها على الجزء اللي احنا عايزين نبيضه أو ننعمه أو نحميه من الشمس، على وشنا، على رقبتنا، على ايدينا، على الأجزاء اللي بتتعرض للشمس. بنسيبه بالشكل ده لمدة تلت ساعة، وبعدين بنغسل الجلد كويس بالمية، بنشطفه، وبعد ما بنشطفه بننشفه بقطعة من القطن أو بفوطة قطنية. مش بندلكه عشان ينشف، لا، احنا بس بنطبطب عشان ينشف من غير ما الجلد ينهك أو يحصل له التهابات. بعد كده بتلاقي بشرتك بقت ناعمة جدا ولونها بتلاقيه اختلف وبيض. عصير البطيخ كمان ممكن يستخدم كعلاج لحبوب الشباب، وده بمزجه مع كمية متساوية من الموز المهروس، وبنطبقه على البشرة لمدة 20 دقيقة، وبعد كده بنشطفه بمية فترة وبننشفه برضو بطريقة الطبطبة. طب لو البشرة جافة أو شديد الجفاف أعمل إيه؟ بمزج عصير قشر البطيخ
مع عسل النحل الطبيعي بكميات متساوية، وبرضو بطبقه على البشرة لمدة 20 دقيقة. ممكن أدهنه على البشرة أو برضو أعمله كمادات بالقطن. بعد 20 دقيقة بشطفه بمية فترة وبنشفه بنفس الطريقة. طيب لو احنا بنعاني من قشر في الشعر هنعمل ايه؟ هناخد نفس المزيج ده بنفس الكميات وهنستعمله باننا ندلكه في فروة الراس كويس قوي. بندلك كل فروة الراس وبنسيبها لمدة ساعة قبل ما نغسل شعرنا بالشامبو. ده بيخلصنا من القشرة. طب لو عايزة مظهر لامع وصحي لشعرك وعايزة حجمه يبقى كبير، يعني يبقى فلافي، هنعمل ايه؟ ندهن الشعر بالكامل بنفس المزيج ده، مزيج عصير قشر البطيخ وعسل النحل، وسيبيه على شعرك لمدة ساعة قبل ما تغسليه بالشامبو المعتاد وخلاص. لو حسيتوا ان وصفة النهاردة كانت مفيدة ليكم، ياريت ما تنسوناش بلايك واعملوا شير عشان الكل يستفيد. ولو كنتوا ما اشتركتوش في قناتي ياريت تشتركوا، دوسوا على زرار سبسكرايب الأحمر وتدوسوا كمان على زر الجرس عشان يوصلكم إشعار بأي فيديو جديد أنزله. ولو ليكوا أي طلبات خاصة ممكن تكتبوها لي في تعليقات تحت الفيديو عشان أنفذها لكم. انتوا كده بتساعدوني عشان أعرف أقدم لكم إيه مفيد ليكم. وأشوفكم في وصفة جديدة. باي.